عبد الله صعادي، والمعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم طرزان. فمن هو؟ عبد الله لبناني وبيبلغ من العمر 22 سنة، ودرس اللياقة البدنية في الجامعة وعمل فيها لفترة وجيزة، ولكن مع انتشار جائحة كورونا تسكرت الشركة، وبنفس الوقت يمارس رياضة السير في الطبيعة لمدة 2 وينشر محتواه على الانستغرام. وأرادت الشركة نقل جميع موظفيها إلى دبي، فرفض عبد الله وتمسك بالبقاء في لبنان رغم عدم إيجاده وظيفة بديلة هنا، لكنه فضل الاحتفاظ بسعادته بمغامرته في بلده الرائع. وبالرغم أن قراره لم يكن سهلا، فقرر أن يجني المال من منصات التواصل عبر أمر يحبه. وبدأ عبد الله يزيد من مغامراته ويلقي استحسانا واسعا من رواد المواقع التواصل، وباتوا يسألونه عن كيفية الوصول إلى الأماكن التي يزورها. وإذ نقل طرزان صورة لبنان الجميل وأوصلها إلى أصقاع العالم من خلال مغامراته الشيقة والفريدة التي كشفت من خلالها كنوزا مخبأة في أرجاء الوطن، ليقوم بذلك بترويج سياحي لم تقم به الدولة بحد ذاتها.